الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أهلا وسهلا فيكم بقناتي عالم هبة. إذا كنتوا بتحبوا الروتينات الحلوة والوصفات السهلة والسريعة وأفكار للتنظيم وللترتيب فأنتوا بالمكان الصح. رجعت لكم بهذا الفيديو متحمسة مثل ما نكون شايفين عم أنزل فيديوهات كتير الحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا الصحة والعافية يا رب. هون أنا ما خبرتكم إنه أنا غيرت برادي وقت كنت ببيتي القديم، كنت مكتئبة بتعرفوا وما عم أصور أبدا، وللصراحة ما كنت مشتهية أصور أبدا فما صورت. هون بعد ما نقلنا على البيت هذا قلت ما رح أنظف البراد، يعني أنا خلص ما جبته نظيف، مسحت الرفوف وركبته وتركته. هلا تقريبا صار لي 16-17 يوم بالبيت، فصار وقت تنظيفه. قلت رح أشارك كل شي معكم، منه موديله ومنه يعني هيك شكله وترتيبه وهيك. أخذته مستعمل بس كتير كتير نظيف يعني كأنه من الوكالة. الميتور اللي بقلبه كتير كتير منيح، وأكبر حجم أخذته إكسين لارج يمكن هيك بيقولوا له، ما بعرف، ماركته بروفيلو وأكبر حجم. كتير عجبني الحمد لله رب العالمين. وتخيلوا بعد يعني ما شفته وصرت أستخدمه عم أحس كل البرادات صغار، خلاص هيك يعني مخي تبرمج إنه على البراد هذا. فالحمد لله رب العالمين كتير عجبني. أول ما شفته شفت وحدة عارضته على مجموعة، بعدت لها طلبت فيه 18. أنا كان كتير يعني كتير بالنسبة لي كتير غالي للصراحة، بس كان برادي يعني اللي كان بتابعني من قبل رمضان، يعني رمضان بالثالث بالرابع ايمت كان نسيت، من قبل رمضان برادي خربان ونجيب وناخذ ونحط وهيك، فكتير كتير نفسيتي تعبت. المهم بعد ما شفت هذا البراد، المرأة بتقول يعني إنه هي بنانية ومضطرة تسافر وهيك فبدها تبيعه. بعدت لها كتير كتير نظيف، بس إله هيك شلون بدي أقلكن شخط قشط ايش بيقولوا ما بعرف، يعني هيك مقشوط من برا الدهان، بس يعني الحمد لله ما أنا مطعوج. المهم هذا عذره، بس انه وسعه كتير كبير، غراضه كلهم جداد، حتى اللزاق يعني وقت جبته اللزاق اللي عرف كان لسه موجود تبع الوكالة. فالحمد لله رب العالمين كتير كبير وكويس وعجبني. هون نظفته كلياته مسحته، نزلت شوي الرف الفوقاني لتحت كان كتير هيك لفوق. حطيت أنا عندي دبس فليفلة ليمونة حطيتها فوق الشي، يعني هيك بالصدر إنه خلص يعني اللي بلزمني باخده من فوق، عرفتوا. وحطيت البيض واللبن وتحت رتبت مسحته كله. هلا الرفوف الموجودين على الباب كلهم ليفتهم تليف، بس للصراحة يعني صورت ما مشي الحال أبدا بالتصوير. ليش؟ لأنه عم بتحرك كتير ولازم أكون لابسة وكتير كبار، يعني حجمهم كتير كبار وطويلين وهيك، فما مشي الحال. المهم اختصرت كل شي وجيت بقى أركبهم معكم. جليتهم وصرت أنشف وأحط. ايه والله يعني رف بجليه بنشفه وبحطه، بجليه بنشفه وبحطه، يعني ما خرج كلهم سوا لانه ما في محل، ومثل ما قلت لكم كبار. فحطيتهم كلياتهم الحمد لله خلصت منهم. والاكثر شيء عذبوني هن السحابات. ليش؟ لانه كتير كبار، يعني غميقين، البراد غميق ما شاء الله. كتير كبار وهن 4، يعني 2 تحت و2 فوق. فالحمد لله يعني خلصت منهم هيك، نظفته تنظيفه فعلا صار بشهي. والأحلى من هيك بعد ما نظفته مو كان فاضي، وكان يعني إنه مفضينه على الأخير، ما في خضرة وما في هيك، فحبيته. قلت يعني بعيد الشر إنه هيك فاضي كتير حلو. مسحت كل الأغراض اللي بقلبه، وحطيت عندي سلات بيض حطيت في قلبه الدوال. الصراحة كنت حاططهم قبل برفوف البراد، حبيت يعني حسيت هيك إنه في عجقة، عرفتوا، فغيرت وحطيتهم هيك بسلة انه ما يكونوا مبينين وقت هيك نفتح البراد. الثلاجة ايش بتقولوا لها انتو، بيت البوز وهيك نظيفة، حاطة فيها يعني خبز وغراض وهيك، فما نظفتها ما عزلتها.
وخلصت هيك البراد. كتير هيك صار مرتب ونظيف وحلو. اي والله. هلا بقى رحنا اشترينا شغلات كانت لازمتنا يعني ناقصة للبراد، واجينا. شوفوا انا عم بفرجيكم شلون هيك بتقدروا تضغطوا السحابات انه بيحفظوا الخضرة اكتر، وهيك كتير فيه شغلات حلوة ومميزات. وهذا البيت البوست التحتاني كتير وسيع وكبير الحمد لله رب العالمين. مثل ما قلت لكم رحنا تسوقنا من البيم هيك شغلات لازميننا، وجينا قلت احطهم هيك على السريع. بعدين طلعنا انا وجوزي تمشينا هيك شوي وصورت لكم. تمشينا هيك ب افي مي مول صغير، صورت لكم كم شغله وبعدين رجعنا على البيت. اي والله انا اول ما شفت الثلاجة تبع البراد كتير تحمست. كتير بحب افرز كتير كتير، انه هيك اعمل شغلات وافرزهم، ووقت اللي هيك يعني الواحد بيلزمه بيطالع فورا وبيطبخ. كتير بحب وناوي اعمل ان شاء الله. بس في عندي من الضحية عظام فاخدين محل بالفريزة تحت، قلت هيك اخلص منهم وبعدين باذن الله رح اسوي تفريزات. هون جبت غراض بيتزا كمان حطيتهم ببيت البوز. بنتي صار مثل ما قلت لكم عندها عاده بتاخد بتطالع بوز، كل ما بقول لها مثلا جيبي مي بتحط الكاسه وبتحطه في قلبها بوز، انه هيك يعني مبالغ عم تدعمنا يعني. ومع انه بكون في مي بارده عاديه بالبراد، بس خلص يعني قلت لها بقى خلص يعني لانه عم نحتاج. اجوا لعندي ضيوف ورح اسوي قهوه بارده وما لقيت بوز. اي والله. هون اخذت لكم هيك لقطات محل البلور، تفرجنا تفتلنا شوي. بس للصراحة كتير كتير يعني البضاعة غليانة. استغربت يعني كل شي صاير حقه دبل. كل شي كنت اخذه بتتذكروا كان دائما مشتريات، اشتريت اليوم هيك واليوم هيك، فكله صاير حقه دبل. هون عجبتني كتير هي قنينة كاسة ما بعرف، كتير حلو منظرها. وللصراحة كان بدي هيك شيء للحيط فتفرجت ما عجبني شي، قلت خلص بلاقي بالانترنت بوصي لانه هون يعني ما في شي حلو زيادة. اي والله. هون بقى فرجيتكم في عندي صياني اخذتهم هيك بيقولوا لنا عجب. هلا هن ما لهم خشب نايلو بس بيقولوا لنا حصر ما بعرف. قولوا لي ايش بيقولوا لهم، كتبوا لي تحت بالتعليقات. بيشبهوا صيانية بس الايدين بيختلفوا يعني كل واحد بقى حسب ما هو شلون بيحبه بيرتاح. وكمان رحت على قسم الزينة هيك قلت اتفرج. كتير البوالين غليانين، استغربت يعني يمكن يعني ما طلعت على العدد للصراحة، بس الكيس اللي فيه بوالين 250 بقى يا 50 أو 100 قطعة، بس بتوقع إنه 100 ما بعرف يعني ماني متأكدة. بس إنه استغربت غاليين كتير. أنا كتير كنت أشتري بس مو من زمان ماني مشترية، انصدمت بالأسعار للصراحة. بعد ما خلصت رحت على البيت مثل ما تكون طالعت عظام يعني بدي أطبخه مشان هيك يفضى الثلاجة عندي. حطيت العظم، انا رح اسوي كوسه محشي فالكوسه ما بدها وقت كتير ليستوي. حطيت يعني العظام هن فيهم لحمه عرفتوا، فقلت بس لون لحالهم هيك بيستووا احسن يعني وقت بتحطوا الكوسه فوقهم عرفتوا. حطيت لهم المطيبات وقلت هيك رح انا حطيت ملح، بحس انه وقت السلق اذا حطيته ملح بصير شلون بدي اقلكم العظم يعني بياخد طعمته وقت السلق. اذا ما حطيته وقت بتجوا تطبخوه يعني بحس ما بياخد الملوحة، فهمتوا علي؟ هون طبعا ضليت يعني تقريبا 10 دقايق اخليها تغلي واشيل الزفرة، اخليها تغلي واشيل الزفرة. بتعطي هيك طعمة طيبة للحمة عرفتوا. لان اذا خليتوا الزفرة وضغطتوا يعني الطنجرة بحس الزرخة كلها بتضل بقلبها، ما بعرف انا هيك بساوي. اي والله. بعدين نقعت الرز، نقعته بمي سخنة، خليته هيك تقريبا شي نص ساعة يروح النشا من قلبه. وبعدين غسلت الكوسة أعورته أنا من الصبح يعني أول ما فقت، لأنه ناعم أول شي، مو إنه ناعم كتير بس بحس بيطول يعني، فبخلص منه وبعدين ببلش على شغلي. فقبل ما أحشيه غسلته وبعدين سويت الحشوة. الحشوة حطيت لحمة وشوية زيت نباتي وهيك، ما حطيت دهنة للصراحة. جوزي عم يتضايق من طعمة الدهنة يعني إذا كانت كتيرة بقلب المحشي، فمو إنه أنا حاطة عظام وهيك فيهم لحمة وهيك، فقلت خلص يعني استغنيت عن الدهنة. حطيت إنه زيت لأنه دهنة الخروف بتحسه مو مثل دهنة أصلا البقر قليل حتى يكون يعني إنه فيها دهنة، فاستغنيت عنها مثل ما قلت لكم. هون حطيت ملح وشوية بهار وشو كمان دبس بندورة وحشوة بقى انتو شلون بتعملوها، كل واحد أذواق سبحان الله.
انا بالنسبه لي المحشي بعمله بحشوه حمراء، بس اليبرق حشوه بيضة. بس سبحان الله زاد عندي هون رز من المحشي يعني، فطالعت يبرق ولفيت يبرق بالحشوة اللي زادت، عرفتوا يعني على المقدار انه قد ما زاد رز ضليت الف لما خلص الرز، وحطيت يعني هيك ربطته وحطيته تحت الكوسة. ليش؟ مثل ما قلت لكم يعني ان اليبرق بحبه هيك يكون منهنه، يعني ياخد وقت اطول بالطبخ. بس بعد ما استوى يعني الكوسة عندي، طالعت الكوسة مثل ما بقولوا نقطته، رجعت اليبرق يعني بالطنجرة، خليته يستوي أكتر من الكوسة. بحبه هيك يكون منهنه يعني ومطبوخ كتير منيح. لأنه أنا اللي عندي اللي عملته للصراحة مكبوس مانو تازة، ولسه ما أخذت مونة بقى، الله يسر لنا. ما بعرف كنا مو ناويين ناخد، وسبحان الله بعد ما خلص قررنا إنه ما رح نروح على سوريا، فخلص رح ناخد. اي والله. ولفيت اليبرق هيك خلصت منه وطبقت الطنجرة. الحمد لله رب العالمين تعشينا واشتهيتكم كلكم معي. عن جد قد ما بتحكوا بالفيديو بحس الكلام بقى بيصير بفوتوا ببعض. الحمد لله رب العالمين طلع كتير طيب واشتهيتكم كلكم معي. ولهون هيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى اللي ما مشترك بالقناة يشترك، بيحط لي لايك، يكتب لي تعليق حلو. بحبكم كتير كتير، بأمان الله.